انا كنت بلبس 3 اكس، دلوقتي بقيت البس ميديم. كان وزني 115، دلوقتي وزني 85. لو فاكر ان عمليات السمنة هي الحل الوحيد، فالفيديو ده هيغير رأيك خالص. ليه؟ لاننا خسينا 30 كيلو في 60 يوم بدون جراحة، بدون رياضة، بدون حرمان، بدون اي دواء شغال على المخ، بدون اي ادوية مضرة. عملنا تكميم معدة بدون جراحة. بطلنا النهاردة خس من 115 ل 85 كيلو، وهوريكم بالتفاصيل عمل. لو فاكر ان عمليات السمنة هي الحل الوحيد للتخلص من السمنة، فالكلام ده فات عليه خلاص. زيد ان احنا نعمل تكميم معدة بدون جراحة. بدون جراحة تنزل 30 كيلو في شهرين بس، من غير أوضة عمليات، من غير بنج، من غير ما تقص جزء من معدتك، من غير ما تأثر على هرموناتك، ومن غير ما نشتغل على أي دواء يأثر علينا في المخ أو في معدتنا إن هو يديني آثار جانبية لبعدين. يا ترى إيه هنعمل؟ إيه هنعمل؟ تكميم معدة بدون جراحة. هظبط لكم لخبطة الهرمونات اللي عندكم والجوع. لو عندنا مقاومة انسولين، لو عندنا اي مشاكل في السكر، في الضغط، في الكوليسترول، كل المشاكل المزمنة دي بقى ليها علاج. خلاص ما بقتش امراض مزمنة وهنفضل نتعايش معاها، لا احنا بنتخلص منها اثناء التخلص من مرض السمنة، لان السمنة مرض وهي اساس كل الامراض. حتى الناس اللي بتعاني من مشكلة في ان هي عندها شراهة جنب الاكل بالليل، دي عندها مشكلة، عندها خلل. ده بنعالجه اثناء فترة العلاج بتاعنا، من ان احنا بنعمل نظام تكميم معدة بدون جراحة. ده بيعالج لك كل المشاكل دي، فانا هخلصك من كل المشاكل دي في نفس الوقت. هنزلك دهون عنيدة جسمك عمره ما هيتخلص منها، بدون ترهلات، بدون اي شراهة، بدون اي لخبطة في جسمك ولا في هرموناتك. فبالتالي انا مش بس هخسسك، لا انا هثبتك. يعني احنا هناخد اتنين في واحد، تخسيس وتثبيت. ومش مش هنقعد بقى طول حياتنا نعمل دايت ونزيد وننزل، مفيش الكلام ده. معانا ان شاء الله هتوصل لنتيجة ثابتة، مش هترجع تاني في الميزان. ودي اهم حاجة، اهم من اننا ناخد اي دواء شغال على المخ ونبوظ جسمنا، واول ما نوقف الكبسولة نلاقي نفسنا زدنا 3 4 اضعاف. ده غلط والحاجات دي غلط. لكن الصح بقى ان احنا نعالج المشكلة، نعالج الخلل الهرموني اللي عامل لي كده. النظام اللي احنا هنعمله هنا ده هيعالجني تماما. كمان بعد ما اعالجك من المشكله دي، فانت هتبقي عندك الدنيا كلها تمام ان شاء الله. هتلاقي جسمك اتظبط، كل المشاكل اللي بتشتكي منها باذن الله اتحلت. مش هيبقى عندنا نهجان، مش هيبقى عندنا تعب من اقل مجهود. هتلاقي نفسك بقيتي مرتاحه في الحركه، بقيتي قادره تمشي، بقيتي قادره تتحركي، بقيتي قادره تروحي شغلك. الاكل ما بقاش حاجه بالنسبه لك صعبه، بالعكس ده انت لما هتبوظي في الاكل هتحسي نفسك ان انت، لا انا كده انا مش مرتاحه، انا عايزه اكل الاكل بتاعي، الاكل الصحي اللي هو اساسا. في الاول انت هتحسي نفسك لا انا مش عايزه. اقول لكم بقى على حاجه، ان الحاله اللي معانا بسم الله ما شاء الله احنا نازلين 30 كيلو في شهرين. طبعا كلكم هتقولوا ياه احنا نازلين 30 كيلو، ده شكله بقى كان بياكل كل اكله صح وهيلسي ومعمول في البيت. غلط، كل اكله من الشارع. يعني ملكوش حجه. ليه بقى ما تجيش تقول لي اصل انا يا دكتوره طول اليوم في الشارع فانا كده مش هعرف اعمل دايت ومش هعرف اخس؟ لا هتعرف تخس. ليه؟ لان انا معايا هنا انا هعالجك من المشكله. في وسائل مساعده كتير جدا، احدث وسائل مساعده على مستوى العالم، أأمن حاجة موجودة هديها لك، فهتدينا نتيجة ثابتة، هتساعدني في التخسيس، وفي نفس الوقت هتظبط معايا ان انا انزل في وقت قليل بدون رجوع في الوزن. فانا لما عملت كده، حتى وانا باخد اكل من الشارع، وباكل اكل من الشارع واكله في الطبيعي مش صحي ان هو ياكل اكل من الشارع، خسينا والحمد لله. وكمان مش بس خسينا، لا احنا ما وصلنا دكتورة انا زهقت من الاكل، انا عايزه اغير، انا عايز اصل انا الاختيارات بتاعتي محدوده. لا احنا بناكل كل حاجه، بس طبعا ما بقاش عنده شراهه جامد زي الاول. كميه الاكل طبعا اختلفت. غير ان احنا عالجنا المشكله. مش المهم ان هو يقلل وخلاص، ما هو كان ممكن يقلل مع نفسه، بس لما بنعالج المشكله الموضوع بيختلف تماما، بتروح في حته تانية. فانت، احنا هنا بعالجك من المشكله نفسها. فانا بقى لما هو كان ظبطنا له اكله، مع ان احنا عملنا تكميم معده بدون جراحه، مع ان هو خد ميزوثيرابي، ظبط معانا. لا كله ظبط معايا الحرق، علّى معايا الحرق جدا، ظبط معايا اللخبطه بتاعه الهرمونات فما بقتش موجوده، ظبط معايا كل المنظومه دي. فبالتالي انا اتعالجت من مشكله السمنه تماما. بعد ما كان بيعاني
لا الحمد لله دلوقتي هو اللي جه واصر ان هو يعمل فيديو ويصوره علشان يكون مثال مشرف لاي حد ناوي يبدا وخايف ان هو يبدا علشان خايف يلتزم ودايما بيقول لا انا مش هعرف التزم، مش هعرف اعمل لانش بوكس على طول مظبوط، ولازم اظبط اكلي قبل ما انزل. ما ملكش حجه يا معلم، انت كده كده هتخس حتى لو بتاكل من الشارع. اهم حاجه ان انت تتابع مع دكتور عنده خبره كافيه ان هو يعرف يخسسك ويظبط لك نظام مناسب ليك على حسب يومك انت، مش على حسب ورقه مطبوعه، لان الورق المطبوع ده مش مناسب لاي حد. انا ممكن اطبع ورقه واجهزها وهيبقى اسهل عليا بكتير، بس طبعا انت غيرك وغيرك وغيرك هيبقى لو مناسب لواحد مش هيبقى مناسب ل10. لكن اللي احنا بنعمله هنا بقى ان انا لما بعمل لك نظام مناسب لحالتك انت على حسب يومك، على حسب احتياجاتك، على حسب حرقك، ده بيختلف معانا خالص وبيدينا نتيجة احسن بكتير، بيديني نتيجة فوق الخيال. فالحمد لله النتيجة اللي انتوا هتشوفوها يا ريت تكون حافز ليكوا، ونقول بسم الله ما شاء الله وعقبالكوا. وكل اللي يكتب، كل اللي يصلي على النبي ويقول بسم الله ما شاء الله يا رب يوصل النتيجة دي واحسن معانا، وبس هتوصل وتحقق كل اللي انت عايزه. تابعونا دايما على هاشتاج نتائجنا بتتكلم عننا، هتلاقوا كل جديد. دكتورة شيرين عويس، فنانة الرشاقة. انا كنت بلبس 3 اكس، دلوقتي بقيت البس ميديم. كان وزني 115، دلوقتي وزني 85. لو فاكر ان عمليات السمنة هي الحل الوحيد، فالفيديو ده هيغير رأيك خالص. ليه؟ لاننا خسينا 30 كيلو في 60 يوم بدون جراحة، بدون رياضة، بدون حرمان، بدون اي دواء شغال على المخ، بدون اي ادوية مضرة. عملنا تكميم معدة بدون جراحة. بطلنا النهاردة خس من 115 ل 85 كيلو، وهوريكم بالتفاصيل عملنا ايه. تابعوا الفيديو للاخر. انت جاي لنا منين؟ الوادي. انا كان اكل كله من بره يعني، وما زال من بره. يعني انا كنت باكل كل حاجه بس الكميات اللي اختلفت يعني مش فاكر. كنا بنلبس كام؟ 3 اكس بقينا نلبس كام؟ ميديم. اصلا وزننا كان كام؟ كان 115. دلوقتي وزننا كام؟ 85. اتحولنا كده في وقت قد ايه؟ شهرين. ايه رأيك في جلسات الميزوثيرابي؟ كويس. هل في وجع؟ لا. النتيجة بتاعتها ايه؟ لا، فعال. النظام بتاعنا سهل وبسيط. سهل وبسيط. هل النظام بتاعنا فيه اي حرمان؟ لا، ما فيهوش اي حرمان. هل خدنا اي حقن شغال على المخ؟ لا. هل خدنا اي ادوية مضرة؟ لا. هل جه علينا وقت كنا حاسين ان احنا عندنا شراهة جامدة للحلويات او للاكل عموما؟ لا. جه علينا وقت كان فيه ثبات في الوزن وما كناش عارفين ننزل؟ لا، انا كنت كل اسبوع بنزل في الميزان. انا كنت بلبس 3 اكس، دلوقتي بقيت البس ميديم. كان وزني 115، دلوقتي وزني 85. هل كنا حاسين بارهاق او تعب او ان احنا مش قادرين نكمل؟ لا كنا بالعكس، ده زهقانين؟ كان فيه نشاط وحركه. تحب ترشحنا لحد؟ رشحكم ترشحنا لمين؟ كل الناس. هنزل الفيديو؟